سلام، هاد الخطره جبت لكم موسكوتشو بذوق الليم. تقدروا ديروها لقهوه العصر ولا لضيافكم بكلاصاج بزاف بنين وسهل في طريقه التحضير تاعه. هاد الوصفه كنت حطيتها من قبل في الانستغرام، بزاف سياوها وعجبتهم. تجي بزاف بنينه. تبعوني في طريقه التحضير. اول حاجه اللي غادي نبدا بها، عندي هنايا زوج حبات تاع بيض. زدت عليهم رشه تاع الملح ونبدا نطلع فيهم مع كاس تاع السكر. نبدا نضيف السكر بشويه بشويه حتى لي نكمل هذاك السكر تاعي، ونطلع هذاك البيض حتى لي يبيض. نزيد عليهم مغرف صغيره تاع قشور الليمون تكون معمره مع نص كاس تاع الزيت. نقعد نزيد فيه الخليط تاعي ونطلع حتى نكمله. هنا تاني عندي كاس ما يكونش معمر تاع الحليب، يكون دافي. هنا ما نسحقوش الباتور، هنا غير بالفوي ونخلطو. بعد نكمل هذاك الكاس تاع الحليب نزيد عليهم تاني قوطي تاع ياغورت طبيعي. نخلط ونزيد ثاني مغرف تاع بودول الخشخاش. اللي ما عندهاش الخشخاش تقد تستغنى عليه. هنايا عندي كاس تاع فرينه. غادي نزيد عليه ثاني كيس تاع خميره تاع الكاطو. نغربلهم. هنا ملاحظه، لازم تغربلوا الفرينه تاعكم باش تجيكم سكوتشو خفيفه. نخلطوا الكاس الاول مع الكيس تاع الخميره، نخلطوا غايه. من بعد ثاني نعاودو نزيدو كاس الزاوج تاع الفرينه مع كيس تاع خميره ثاني تاع الكاطو. هنا تم المجموع درنا زوج كيسان فرينه وزوج اكياس تاع خميره تاع الكاطو. نغربلها وندخلها مليح في الخليط غير بشويه حتى نحصلوا على خليط ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف، كيما هكا. هذا هو القوام تاعه. من بعد في التالي نزيدو مغرف تاع خل تكون صغيره وندخلها تاني مليح في الخليط. من بعد ندهنوا المول تاعنا بالدهان ونزيدوا لها شويه فرينه نرشوها ونفرغوا الخليط تاعنا وندخلوها طيب على فرن مسخن من قبل. انا نطيبها على 180. كي تشوفوها تحمرت مع الحواشي ندخلوا عود. الا لقيتوه ناشف شعلوا لها من الفوق وخلوها تتحمر. ملاحظه هنا تاني مهمه، ما تحلوش عليها حتى تفوت 15 دقيقه من طيابها باش ما تطيح لكمش كي تخرجوها. نروحوا للكلاصاج. هنا عندي 200 غرام تاع سكر كلاصي، زدت عليها 50 غرام تاع لحظه، نزيد عليهم تاني 45 غرام تاع عصير الليمون، خلطهم مليح. من بعد كي نخلطهم يا اما نديرهم في الميكرووند يا اما على حمام مائي حتى تشوفوا بلي هذاك الخليط تاعكم يولي مطلوق، ما يكونش كيما نهار الاول قبل ما ديروه في الميكرووند. نفرغها على المسكوتشو وتكون المسكوتشو تاعنا تكون بارده. هنا ملاحظه مش راح تكون هي حاميه وهو حامي وتفرغوا، خاطرش غادي يذوب لكم ما يشدلكمش فوق المسكوتشو، لازم تكون بارده. نفرغها غادي تشوفوه تمتم، يعني نشف لكم. ولا كنتوا وجدتوه من قبل وقيتوه جبد لكم ديروا سهله، عاودوا دخلوه للميكرووند ولا على حمام مائي باش هكا يذوب لكم. تقدروا تفرغوه فوق الكيكه تاعكم. وهذه هي النتيجه بعد اللي كملتها. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. هنا قسمتها لكم من الداخل باش تشوفوها بلي يجي بزاف خفيف وبنين. سيوها ما غاديش تندموا. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم واستفدتوا معايا. خلوا لي تعليقات مشجعه وتهلاو لي في رواحكم.